إبداع ربنا في الكون مقابله إبداع، أو في المقابل ليه في إبداع جوه نفسنا. نفسنا ربنا خلقها مكونة من 4 حاجات. أول حاجة الروح، وده الجزء السماوي اللي فينا ونفخة ربنا فينا، وتزكية الروح بيكون عن طريق الاتصال بربنا، وده بيخلي روحك جميلة ونقية. تاني حاجة العقل. العقل هو محل التفكير والإدراك واتخاذ القرارات، وتزكية العقل بيكون عن طريق إن أنا أهدم الأفكار المشوهة، وده بيكون من خلال العلم والمعرفة المستمرة. وده لما بيحصل منظوري ورؤيتي للحياة بيتغير، وطريقة حكمي ورد فعلي للمواقف اللي بتحصل حواليا هي كمان هتتغير. ثالث حاجة القلب. القلب هو محل العاطفة والإحساس، وتزكية القلب بيكون عن طريق إن أنا أطهره من الأمراض القلبية زي الغيبة والنميمة والحقد والحسد وكل الحاجات دي. والقلب هو محل البصيرة، ومحل البصيرة معناها إن أنا أشوف حاجات بقلبي قبل ما أشوفها بعيني، وده مش هيحصل غير بتزكية القلب وتطهيره من الأمراض القلبية اللي أنا قلت عليها. رابع حاجة الجسم. والجسم بقى هو الوعاء أو الشنطة اللي شايلة كل الحاجات دي، اللي شايلة العقل والقلب والروح. وتزكية الجسم بيكون عن طريق إن أنا أضبط شهواتي وأتحكم فيها. والحقيقة إن تزكية الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها هو انتصار لنفسك في معركة الحياة. فابدأ بخطوات بسيطة وواحدة واحدة وبالتدريب، وانتصر لنفسك في معركة الحياة بتزكية نفسك.